نصل إلى مكون غذائي يغفل عنه الناس كثيرا، خصوص أن في الدول الغربية مثلا أوروبا وأمريكا أنهم في وقت ما في السبعينيات والثمانينات الآن بدأوا يرجعون إلى هذا المكون، أنهم يعني أغفلوا تماما ويعني لا يفكرون في هذا المكون الغذائي الذي يشمل بعض الحبوب الطبية أو بعض ما نسميه البذرات أو البذرات، يعني بالذال المجمع أو بالزاي، يعني هو جائز في يعني هي لغتين. وهذه البذرات أو البذور الطبية التي تشمل حبوب الكتان والحبة السوداء والحبة الرشاد والحلبة والسمسم وهذه الحبوب، يعني حتى الكروية داخله وحتى الكزبرة، حبوب الكزبرة داخلين مع هذه الحبوب. فهذه حبوب مهمة جدا للتغذية. لماذا؟ لأن أولا تحتوي على حمض الأوميغا 3، يعني السمسم وحبوب الكتان فيهم كمية ديال الزيوت تقريبا تصل إلى 20% من جملة، يعني من هذه الكمية هذه قد تصل إلى 80% من حمض الأوميغا 3 في المادة الدسمة الموجودة في هذا النبات. فيعني والحمض الأوميغا 3 لا يوجد في الطبيعة، يعني يوجد على شكل ألفا لينولينيك، ولكن في الجسم يتحول إلى الجاما لينولينيك. أما حمض الأوميغا 3 لا يوجد في الطبيعة. من قال أن حمض الأوميغا 3 يوجد في الطبيعة فهو يعني لم يدرس كيمياء أبدا ولم يدرس حتى التركيب الكيماوي. حمض الأوميغا 3 يتكون في الجسم، لكن الجزيئة التي تعطي حمض الأوميغا 3 على شكل ألفا ثم تتحول جاما في الجسم، والجاما هي حمض الأوميغا 3. فهذا المكون حمض يعني الأوميغا 3 موجود في حبوب الكتان والسمسم، هو قوي جدا. ثم هذه الحبوب هي مصدر للفيتوستروجينات، هي الحلبة والحبة الرشاد والحبة السوداء، هي فيها مضادات للأكسدة، لكن الكمية التي نتناول بها الحلبة والحبة السوداء المضادات للأكسدة لا تفيد في شيء، لنكون واقعيين. لكن الجسم يحتاج فيتوستروجينات بتركيز ضعيف قليل، ولذلك هذه الحبوب لما نضيف ملعقة مثلا من الحبوب الكتان أو ملعقة من الحلبة أو الحبة الرشاد للطبيخ أو مثلا للوجبة، فهذه الكمية تعطي كمية كافية من الفيتوستروجين. الفيتوستروجين هما هرمونات نباتية طبيعية خلقها الله في هذه المكونات. هي طبعا على المرأة الحامل يعني هي تمنع على المرأة الحامل، لأن المرأة الحامل يجب أن لا تأخذ فيتوستروجينات، لكنها جيدة بالنسبة للمرأة المرضع. المرأة المرضعية سميت الحلبة لأنها تدر الحليب عند النساء. فهذه الحبوب هي حبوب مهمة وضرورية وقوية بالنسبة للجسم، وهي التي يعني فقدها الناس في النظام الغذائي في السبعينيات والثمانينيات حتى التسعينيات يعني في بعض الدول. ولذلك ترتبت بعض الأشياء مثل الخلل الهرموني عند النساء، وترتبت أمراض القلب والشرايين، لأن هذه الفيتوستروجين تحفظ من أمراض القلب والشرايين، وكذلك تضبط الهرمونات عند النساء وعند الرجال على حد سواء. ومع الأسف أن هذه الحبوب الآن يتناساها الناس، ولكن بدأوا يرجعون إليها وبعض يعودون إليها. استهلاك السمسم في أوروبا وتقريبا هو اللي معروف، لكن حبوب الكتان والحبة السوداء والحبة الرشاد والحلبة وهذه الأشياء لا يعرفونها، وهي مكون ضروري يجب أن يتناولها الناس يوميا. فالمغاربة كانت لديهم عادة جيدة هائلة ما شاء الله، أنهم كانوا يضيفون الحبة السوداء لعجين الخبز دائما. يعني هذو النساء في المغرب كلهم كانوا يضيفون الحبة السوداء إلى الخبز. مع الأسف ما بقاتش هذه الظاهرة، لأن النساء ما بقاوش كيعجنوا طبعا، ولكن في البوادي ولا حتى في المدن بالنسبة للناس اللي باقين كيعجنوا، فأحسن طريقة لتناول الحبة السوداء هو إضافتها للعجين ثم يتناولها الناس كلهم والعائلة كلها إن شاء الله، وكل يكون بسلام. هذه الحبوب سنتكلم عنها وهي قوية جدا، وتدخل كذلك في دفع بعض الويلات الصحية وبعض الأمراض عن الجسم.